مساء الخير. اهلا بيكم في اسهل طريقة مع مين. النهاردة هنعمل سوا الحمام المحشي بالرز، اكلة كده مصري فظيعة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. في صينية كده او في حلة هحط فيها معلقتين من الزبدة او السمنة، شوية زيت مع الزبدة، وهسيحهم تمام كده. هنزل بقى بالكبد والقوانص بتاعت الحمام. مش هحط عليهم لسه اي حاجة، انا معلية النار. بعد لما شوحناهم كده كويس جدا وبدأ لونهم يغير سنة، هننزل بقى ببصلاية كبيرة مبشورة ونشوحها معاهم. هنقلب لغاية لما البصلاية تدبل. الريحة طلعت اهي والبصلة دبلت. هننزل بقى بالرز بتاعنا، كمية الرز حسب عدد الحمام اللي انت هتحشيه. هضيف بقى عندي التوابل اللي هي ملح حسب الرغبة. انا عندي معلقة صغيرة مليانة قرفة، عندي نص معلقة صغيرة جوز الطيب، لو عندك اوكي، مش عندك مفيش مشكلة. وهحط معلقة صغيرة بهارات، 7 بهارات، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بابريكا. هحط كده ونخلط بقى كل ده على بعضه. في المرحلة دي احنا هنهدي النار بقى شوية كده عشان نعرف نخلط الحاجة ما تشطش مننا. سبت الرز كده يتشرب من التوابل، وبعد كده هضيف 1.5 كوباية مية. سيبنا الحمام بتاعنا في خلطة من المية والخل والدقيق والملح حوالي تلت ساعة كده او ربع ساعة، وشلناه. بعد كده شطفناه وصفناه كويس جدا، وحطيناه في صينية وتبلناه بملح وفلفل وبصل مبشور، ودعكناه كويس جدا بالحاجات دي، وسبناه ياخد ويدي في التتبيلة ديت حوالي نص ساعة. الرز عندي اهو استوى نص سوا، او ممكن نقول ربع سوا كده. انا مش عايزة اسويه سوا كامل طبعا عشان ما يعجنش مني ساعة سلق الحمام. هجيب بقى الحمام بتاعي اللي احنا متبلينه اهو. بصوا بقى الحمامة انا عاملة فيها ايه. انا فاتحة الجلد عن الصدر لغاية الاخر، يعني لغاية الاخر خالص، مسلكة الجلد اهو زي ما انتوا شايفين كده علشان نحشيها. خدنا بقى شوية رز من الحشو ده، حطيناه في طبق كده على جنب عشان ما وسخش كل رز الحمام، وكل ما احتاج هاخد تاني. هاخد بقى كده الرز وابتدي احشي كويس جدا اهو، تحت الجلد بقى وفي البطن اهو. هاخد بقى بطن الحمامة برضو احط فيها. وابتدي كل شوية اوزع كده علشان انا مش عايزاه يفرقع مني. يعني ايه، مزودش الحشو قوي. انا كل ما هحط رز هوزع الرز واشوف بقى شكلها ايه، عشان لما الرز يستوي ما يفرقعليش الصدر بتاع الحمام اهو. بصوا هوزع كده. هقفل. طبعا لما اجي احشي الحمام
لازم يكون الخلطة بتاعتي او الرز بتاعي بارد تماما، يعني بعد ما اخلصه اسيبه يبرد خالص وبعدين ابتدي احشي بيه. خلاص كتفت الحمامة بتاعتي كده وخلاص قفلت عليها. هاجي بقى من فوق من عند الرقبة ابتدي احشي الجزء الفوقاني اهو بالراحة كده من غير ما يتقطع مني الجلد. هاجي بقى اخد خلة سنان هقفل كده كأني بخيطها، وهاجي من تحت نفس الكلام هروح قافلة الرجلين مع بعض كده، اضمن ان ما يطلعليش رز بره اهي. بس الحمام بتاعنا حشيناه، ما دوسناش على الحشو قوي، يعني ما كترناش الحشو قوي فيه. بصوا لازم يكون فيه فراغ كده وفيه هوا علشان ما يفرقعش مني. انا بقى عايزه اخزنه، مش هعمله على طول. هاخد حمامتين كده وهحطهم في كيس نايلون او في طبق فوم المتوفر عندك اهو. حطهم جنب بعض مش فوق بعض كده تمام. هقفل الكيس واحطهم كده في الفريزر، يبقى كل كيس عندي فيه حمامتين. انا عارفة هاخد اللي انا عايزاه بعد كده واسلقه. والحمام بالطريقة دي ممكن نفرزه لغاية 6 شهور في الفريزر. لو انا عايزة بقى اعمله كله دلوقتي تعالوا نشوف هنعمل ايه. حطينا حلة فيها مية على النار، اول ما هتسخن نزلت بقى في المية بتاعتي ببصلاية مقطعة اربع، ورق لوري 2 3، 4 فصوص حبهان، ملح حسب الرغبة، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة 7 بهارات، و3 4 فصوص من المستكة. هنسيب الكلام ده كده مع بعضه دقيقتين 3 وبعد كده ننزل بالحمام بتاعنا. هننزل كده بالحمام اهو. لو كان عندي الحمام كتير فما ببلاش الحلة كلها بالحمام، بحطه على حلتين او 3 حسب الكمية. الحمام طلعناه من الشوربة بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة. بنعرف منين انه استوى؟ بنمسك الجناح كده، لو هو على طول اتقطع مني كده اهو بيبقى خلاص استوى. ما بنقعدوش كتير علشان ما يفرقعش. وقعدناه من بعد الشوربة ما غليت حوالي 10 دقايق ربع ساعة كده، وبعد كده شيلناه. قبل ما احمر الحمام هجيب شوية لبن كده وهدهن الحمام كويس. حط الحمام بقى نحمره في السمنة والزيت. خلاص حمرنا الحمام، شكله وطعمه في منتهى الجمال، طري ومن بره مقرمش وحاجة كده تحفة. لازم تجربوه، وان جربتوه وعجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. وكمان هستنى الكومنتات بتاعتكم او التعليقات بتاعتكم علشان اعرف رأيكم في الحاجات اللي انا بقدمها. ودي كانت طريقة عمل الحمام المحشي المصري على اصوله باسهل طريقة مع مين.